بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ازيكم يا بناتي ويا حبايبي ويا اخواتي، عاملين ايه؟ يلا نشوف الساعة اللي لسه ما جاتش اصلا، شفناش حاجة منها. ربنا يا رب يستر علينا يا رب وعلى أمة محمد في كل مكان يا رب. تعالوا نشوف بقى الايه الكرنب العسل ده. وطبعا كله عمال يعمل كرنب مع ان الرز غالي، بس هنعمل ايه؟ ربنا يعيننا يا رب ويفتح لنا ابواب الرزق يا رب، وكل اللي سمعنا يا رب، ويرزق كل واحد في الغلو ده، وربنا بيدبرها وبيسترها والله. و... ونشوفه بقى طبعا المحشي بالتفاصيل على القناة. يعني اللي عايز يشوفه بالتفصيل يعني يشوفه. انا هنا بس كنت بسلق الكرنب، وهنعمل الفراخ دلوقتي معاكم، وهتشوفوا طبعا الاكل في الاخر، المحشي وكده مش هحشي معاكم يعني. بصوا يا حبايبي، احنا جايبين فراخ ووراك وما شاء الله كبار يعني، و... وفي نفس الحلة غسلناها وحطينا مية ويلا. النهاردة الفيديو ده دمار كده، يعني مش عارفة اقول لكم ايه، وما فيهوش غسيل مواعين. ماشي. هتشوفوا دلوقتي. فهنحط كل الصدور، وهنحط الوراك اهو، بوريها لكم يعني ان انا جايبه فراخ كبيره ووراك كبيره. كان المفروض ان انا اقطع، بس انا ما قطعتش، كل واحد يعني ياخد اللي هو عايزه، احنا بنحبها كده. وممكن تقطعي طبعا كل واحد على قد دخله وعلى قد عيشته. وما فيهاش حاجة لما مرة كده نعمل ناكل ونهيص، ما فيهاش حاجة يعني. فحتى ما كانش عندي طماطم، كان عندي طماطم في الفريزر، طلعتها وحطيتها كده قطعتها، وعملت بقى جزر وبصل طبعا وحبهان وورق لوري وب... و... و... وايه تاني، ملح وفلفل. وطبعا هيغلي غلوة حلوة ونوطي عليها ونسيبها براحتها عبال ما ايه نشوف. انا سلقت اهو كرنبايه ومقوره بقى البدنجان اهو بالشكل ده. لو بدنجانة طويلة تقسميها بالنص بس تبقى رفيعة وحلوة. والكوسة برضو صغنونة وجميلة اهي، نفس الموضوع. والفلفل، بس انا مقمعتش الفلفل لان انا بقمع الفلفل وانا بحشي. معرفش مين فيكم بيعمل كده، لان ساعات ما يفتش خلطة الغي ال- الفلفل، فما بيخسرش، بيتشال كده. بسم الله الرحمن الرحيم. خلصنا اهو، شفتوا؟ اوام اهو. عملنا حلة المحشي العسل دي، وحطينا معاه قرن فلفل يطعمه، وهنا بقى الكوسة والبدنجان والفلفل. طبعا سقناهم بشوربة الفراخ. لو عندك شوربة لحمة او شوربة ماسورة بتبقى حلوة، بط بتاع في العزايم جايلنا. وكل سنة وانتم طيبين يا رب. ودول اللي فاضوا بقى حطيتهم في حلة صغيرة. والملوخية طبعا متقطفة ومغسولة وخرطناها، عملناها في الكبة ولقيناها كتير، فبنتي حبيبتي حطت عليها حبة شوربة وهتشيلهم دول. والتانيين اللي قدهم كده اللي هتعملها في الحل. هي بقى اللي كملت. انا بعد المحشي ما مش بكلم حد يعني خلاص. هما بقى بيكملوا بقى وبيعملوا عزومتهم بقى، بيشقوا ويغسلوا هما مواعين وكل حاجة. فكانوا بيوفروا لنفسهم النهاردة، هتشوفوا في الآخر. حطت بقى الملوخية حبيبة قلبي اهي، وبتفكها بالمضرب كده السلك، شايفين حضراتكم جمال. والملوخية الخضراء لسه موجودة. وكان عندي كيس بامية طلعته، يعني عندي حد طلب ويكة، فسلقناها في الشوربة بس، ولا عملناها في الخلاط ولا مفراك ولا. هي ضربتها كده بالشوكة بقت زبدة، وتبقى باينة كده، ما تبقاش مهرية قوي، ممكن تهريها قوي. بس وهي هتقلي تقلية واحدة لل للملوخية الويكة. وطلعت كيس بسلة طبعا عملته،
طبخته برضو حد كان طالب بسلة فدوخوني والله. ده كل واحد له طلب. اللي زي كده تقولي لما تيجي تطبخي او تعملي لهم عزومة، كل واحد يقولك لا انا عايز محشي، لا انا عايز. ف يلا، خليها بقى، هي حرة بقى، خليها تعمل. هي بتحب هو الكاميرا مش البتاع متحمرة حلوة والله، بس هي الكاميرا مبيناها غامقة، مش فاهمة ليه، مش عارفة ليه. هي حبايبي بتحط هنا وبتحط هنا. قالت لها اهي خلاص، وخضرة وفل، هي جميلة. ودي برضو الوكا كانت عسل عسل. هو كيس صغير كده، وهي عاملة خلطة. حاطة صويا صوص وصلصة وحبة زيت وملح وفلفل، والحاجات الجميلة دي اللي بيحطوها. زي ما احنا شايفين كده اهو، عملت كله اهو. حبة الكيس، هو كيس واحد بسلة عملناه. انتوا فاهمين لما يبقى فيه اكل وعزومة وكده بيبقى ياما. بص هي قلبت الحلة بالمحشي كله. هي عايزة تعمل بقى ايه؟ توفر مواعين. فشوفوا بقى ايه هتعمل ايه، ولو عجبكم قولولي عشان اقول لها ان عجبكم اللي هي عملته ده. بصوا بقى دودو راحت عاملة ايه، رصت كل المحشي مع المحشي التاني اهو كده زي ما احنا شايفين. الواحد جاع تاني يا ولاد. بصوا الجمال، بصوا الكوساية عاملة ازاي بتغني. ما اقولكوش بقى، كان عسل عسل والله. وهو احمر قوي، مش عارفة مش باين قوي، بس باين ان الفراخ مستوية. مش عارفة ليه. طبعا احنا بنسوي الجلد جامد، لان الجلد ده بيترمى بيدي طعم بقى تحت. ما اقولكوش بقى، تحت الجلد ده بتخلي طعم الفرخة حلو جدا. بصوا بقى الشكل ده. ايه رأيكم، قاعدين في قرية رودي ولا ايه؟ مم. مين يجي معانا؟ اللي هتعمل لايك هتيجي معانا. يلا بقى اعملوا لي لايك عشان انا تعبت في الفيديو ده. و... وبصوا بقى اهي غرفت البامية الويكا والملوخية في برام. هم عايزين يحسوا ان هم قاعدين في قرية، فاهمة؟ فقالوا لي لا، هنحط كل حاجة في برام عشان احنا كده قاعدين في قرية رودي. البسلة والملوخية طبعا في مخللات وحاجات ما قضاش المكان، بس بعد التصوير طبعا حطينا مخللات وحاجات. بس متنسونيش بقى في اللايك والدعوة الحلوة يا حبايب قلبي. يا رب اكون ضيفة خفيفة عليكم، وكل سنة وانتم طيبين وما تحرمش منكم يا رب. واشوفكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.